بناء على طلب اولياء الامور، بيقول لك مش بنفهم حاجه، الاولاد بتوعك بيحلوا بسرعه، فعايزين اشرح الحته بتاعت اللي هي طرح الكسور لسنه 5. فيا ريت كل ولي امر او كل معلم عنده اولاد عايز نحل الحل الصح وبسرعه. لما يقول لي 5 ناقص 1 5 وربع ناقص 3 و3 ارباع، مفيش اي مشكله، المقام بيساوي المقام، لكن هنا هتلاقي البسط 1 وهنا البسط ناقص 3، يعني هنا البسط ده اصغر من ده. اعمل ايه؟ زي ما اتفقنا هنطرح من الخمسه 1، فلما اطرح من الخمسه دي 1 تبقى كام؟ تبقى 4. طب الواحد ده هوديه فين؟ الواحد ده عباره عن، بص المقام، الواحد عباره عن 4 على 4، يبقى الواحد ده هتزود عليه 4 يبقى 5 على 4. او قولها الولد بطريقه سهله، نقص من 5 1 واجمع البسط مع المقام وحطهم فوق، يبقى كده اصبحت 4 و5 على 4. سيب الكسر الثاني زي ما هو 3 و3 ارباع او 3 و3 على 4. اطرح الصحيح بالصحيح، 4 حوش منهم 3 يبقى 1، وفي نفس الوقت المقام خلاص اصبح هنا 4 مفيش مشكله. 5 ناقص 3 يبقى كام؟ يبقى 2. طيب اسيبها كده يا مستر؟ لا مش هسيبها كده، هتبقى 1.5، يعني هتختصرها بدل ككسر فعلي هتعملها 1.5، يبقى انت هتكتبها بتساوي 1.5. طيب 1.5 بالانجلش عشان نتكلم على سنه 5. ماشي. طب نيجي هنا المساله اللي بعديها زيها كده بالظبط. لما اقول كده مثلا 8 هتلاقي نفس المشكله، البسط هنا 2 والبسط هنا 4 ما ينفعش، فاحنا هنطرح 1 من 8 اصبحت ال 8 7. طب الواحد هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن 7، يبقى انت هتجمع ال7 مع ال2 فهيبقى تصبح كده البسط 9 على 7. اما الكسر الثاني زي ما هو 5 و4 على 7. اطرح الصحيح من الصحيح، 7 ناقص 5 يبقى 2، المقام زي ما هو 7، المقام زي ما هو 7 و9 من 4 يبقى 5 على 7. 2 و5 على 7 كسر اهو، كسر بنقول عليه كسر فعلي. طب اما الاخيره بقى ده جمع مفيش فيها اي مشكله، مش هتعمل اي حاجه خالص، المقامات برضو متوحده، هتجمع الصحيح مع الصحيح، 9 زائد 3 بيساوي 12، وبعدين هتجمع الكسرين ثلث زائد ثلثين، طبعا هتطلع 3 على 3 من الواحد، يبقى الحل هيطلع كام؟ هيطلع 13. طريقه سهله وبسيطه، عايزين نحبب الاولاد في الرياضيات مش عايزين نكرههم فيها. اشوفكم في فيديو اخر.